بيكم بودكاست اللعيبة. أنا آدم ومراد. النهاردة هنتكلم عن الأهلي. فاكر يا مراد ماتش الأهلي والعين لما الأهلي كسب 3-0؟ ولا حفلة. فاكر بقى احنا فاكر العيوب ايه؟ اه ده كمان في عيوب زادت. ما عندنا غير مهاجم واحد اللي هو كان سام ابو علي، اه مع تراجع مستوى كهربا، تأخر التغييرات. الجماهير ما بقتش واثقة في مارسيل كولر، زمان مم. كانت واثقة فيه. ايوه، والجماهير ما بقتش راضية باللعيبة، يعني بقى في خناقة ما بينهم. علاقة بقت صعبة. بالظبط. حتى دلوقتي يقولوا إن أكرم هيمشي، جمهور الأهلي يقول له بيقول له امشي. امشي، ده يعني أكرم يعني. خلاص اللي يغلق اللعيبة، الجمهور مبقاش فارق لها اللعيبة. زي الشناوي وكهربا قالوا له امشي. بعد ماتش كأس العالم، وبلاش تخش صراع مع الجمهور عشان انت كده كده هتخسر. لأن أنت من غير الجمهور هتكون صعبة. أنا رأيي اوعى تدخل أي صراع مع الجمهور، لأن أنت هتخسر. زي فينيسيوس وبالوتيلي. شفت فينيسيوس همه كل حاجة، هو لعيب جامد بس بيفكر في الجمهور. اي شتيمة هو لازم يروح بقى يتخانق معاهم، زي بتاع فالنسيا السنة اللي فاتت. وزي السنة دي برضه، بالظبط. اما الجمهور كان ضاغط عليه وقام ضرب الحارس واتطرد من الماتش. وبالوتيلي وقلت لي برضه العنصريه، ما هم الاثنين نفس الموقف، لان الاثنين اكيد، بيتروح لهم العنصريه. انهم الاتنين لعيبة جامدين، فينيسيوس مهاري حريف جدا. ويأدي. كبر دماغك. بالظبط. زي كده اكل بالمر، مش على اسمه، هو بارد على اسمه. بالظبط قلت جامد. في الاول وفي الاخر الكره للجمهور يعني. حتى مراد لو الاهلي كسب، انت شايف ان هو اداؤه بيكون حلو؟ ده يا جماعه، ما هو ده وحش. انا شايف الغلطات اقول لك من المراكز وكله. الشناوي حارس اسطوري وليه تاريخ، بس بساطته بيلعب اي كره كتير لازم يلعبها طاير، يلعبها ايد برجل اي حاجه، مع ان في ناس جنبه، فهو لازم يلعب بالرجل اكتر. وبرضه خط الدفاع بقى يتضرب بسهوله. هو خط الدفاع. ومش ايام عبد المنعم كنا بنطلع الكوره بهدوء وبنطلع من غير عبد ورامي المنعم ربيعه. غيابه مؤثر جدا. بالظبط، ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. رامي ربيعه بيزق، يعني ياخد خطوتين بعدين يقوم لعيبه كره طويله للوينجين. ودلوقتي غياب عبد المنعم طبعا مؤثر في الطلوع بالكرة. ايوه. واشرف داري لما جه كل شويه يتصاب، فدي مشكله. ويوسف ايمن مدافع كولر مش بيجربه. كولر جاب صفقات وقعدهم ولا عمر السعي انت جبته بقالك كتير، مش ما تلعبه بقى ونص الملعب بيدافع مش بيهاجم. يعني احنا عندنا امام عاشور بيهاجم وقفشه. مش بالكم ماتش بتشوفوا انجلش شمال اصلا. بالظبط. وبرضه التغييرات اللي ما بتحصلش، يعني لازم التغييره بتاعته في الدقيقه 70، اللياقه بتخلص يعني. والدكه بقت ضعيفه مش زي الاول، لان حتى انت ما تعرفش يوسف ايمن ولا عمر السعيد دول كويسين ولا لا. انت الدكه عندك. ودلوقتي بيرسي تاو هيمشي، ورضا سليم مصاب وهيمشي برضه، قالوا كده. فاحنا محتاجين بقى دكه والناس. وينجين، عايزين وينجين، واحنا داخلين على كاس عالم الانديه. نعمل ايه بقى؟ داخلين نلعب كاس العالم للانديه، انتر ميامي وبورتو. مش عارفه نلعب مين. محتاجين صفقات. هو كولر بقاله كذا ماتش النتائج مش احلى حاجه، فهو كان محتاج امبارح يغير الخطه. خصوصا ان هو ما عندوش باك يمين. والخطه كويسه، بس المشكله ان حسين الشحات بقى متطرف قوي، وده مش طبيعي. حسين الشحات يخش جوه متطرف قوي. ويجرب بقى. وقفشه وامام عاشور بيكونوا على نفس خط وسام، تلاقي في الهجمه نفس الخط. ده هنا وده هنا. على خط واحد، وحسين الشحات متطرف. ما اعتقدش ان دي حاجه كويسه لحسين الشحات. طبعا اسامه ابو علي لا كويس جدا يعني. اكيد يعني مهاجم، هو مهاجم صندوق. بس محتاج بديل ليه، عشان نفرد اتصاب. ممكن مش لازم بديل سوبر يعني، بس بديل. وبرضه في فرقتين كويسين قوي في الدوري المصري دلوقتي، زي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. فرقتين كويسين جدا، وممكن المصري معاه. ممكن المصري برضه كويس، 3 فرق بيلعبوا كوره، وبالذات سيراميكا زلاكا ولاكاي وقندوسي، 3 مع بعض. زي جول اللي جه في المصري، جول حلو قوي. 3 اللي عملوها زلاكا في اخر نهاية. 3 وزلاكا حريف قوي جدا برضه. بس مشكله سيراميكا ما عندهمش دكه مش قويه قوي. 11 كويسين ودكة يعني مش احسن حاجه. بيراميدز سكواد كسب الترجي دي بلس. جون ابراهيم عادل خيالي. هو مصطفى فتحي وابراهيم عادل. ايه ده؟ هما كسبوا الترجي، فرقه ولا معاها جماهير قويه، مع 5 كافريقيا، ولعبت الاهلي السنه اللي فاتت في فرقه. بيراميدز يكسبها، فدي حاجه كويسه جدا يعني. كويسه جدا فعلا. اصلا بيراميدز فضل خسران للدقيقه 90، فان انت تفضل مركز 90 دقيقه وتكسب في الدقيقه 90، فهي
حاجة صعبة، وبالذات ضد فريق زي الترجي. بالظبط. اتوقع ان بيراميدز يفضل مكمل وينافس على الدوري برضه لحد الاخر بالسكواد ده والقوة والروح. اعتقد يكمل. وانا برضو شايف زيك يعني. وسيراميكا هيكمل السنة دي. الدوري فيه في متعة، منافسة اكتر. في متعة من زي السنة اللي فاتت، في منافسة هتكمل الآخر. السنة اللي فاتت الأهلي كان ضامنها قبل الآخر بشوية. السنة دي لأ، تفضل مكملة. بيراميدز والزمالك اه وداخلين ومش في بعض ومفيش ومعركة حاجة ايه. مضمونة إن الأهلي أو الزمالك هو اللي يكسبه. يعني أنت ممكن تلاقي مصر اللي بياخد الدوري، تلاقي سيراميكا، تحصل. بيراميدز، فمحدش عارف. يعني الدوري السنة دي ممكن الأهلي ما ياخدوش، مش هتفاجئ يعني بالمنظر ده، متتفاجئش. وكده نكون خلصنا حلقتنا عن الدوري المصري، وشكرا. مع السلامة.